كان عندي زمان حتة أرض، كل لما أزرعها حاجة الزرعة تموت، كل لما أزرعها حاجة الزرعة تموت. جربت فيها كل البذور الممكنة، المحلي والمستورد والمعدل جينيا والمعدل وراثيا والمعدل الذكاء الاصطناعي، كل حاجة. مفيش حاجة نافعة. الله، في إيه بقى؟ رحت مكلم واحد صاحبي مهندس زراعي شاطر، قلت له تعالى يا ابني شوف الأرض دي مالها. جه خد عينة من التربة علشان يحللها في المعمل بتاعه، يشوف الدنيا فيها إيه يعني. يومين ثلاثة ولقيته طبب عليا ومعايا ايه التقرير. اداني التقرير عشان اقراه، طبعا كان مكتوب بالانجليزي. فتحت التقرير لقيت مكتوب فيه تربة غنية بالفوسفات والكربون والنيتروجين بشكل زيادة عن اللازم، مما يجعل الزراعة في هذه التربة امرا مستحيل. رحت اتصدمت انا بقى، ورحت قايل له كلمة من 3 حروف: دي ارض بور بقى. راح واخدني على جنب وموطي صوته: دي مش ارض بور يا كينج، الكمية اللي فيها من الفوسفات والنيتروجين والكربون مش بتتكون غير في حالة واحدة بس، لما يبقى التربة دي مدفون فيها عدد كبير من الجثث. اغلب الظن يا كينج ان الارض دي حصل فيها معركة او دفن جماعي لأسرى حرب. الارض دي ملعونة يا كينج، ومش هتتزرع الا لما اللعنة دي تتفك والارواح المدفونة فيها ترتاح.